الكأس الممتلئ لا يمتلئ، مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. الكأس الممتلئ لا يمتلئ، فرغ نفسك نملأك. تلك هي القاعدة، وهذا هو المنهج في أي تغيير نسعى إليه. لا بد أولا أن نبين فساد ما نزعم أنه فاسد، وذلك بالدليل، ثم لا ندع الحياة فراغا، بل نأتي بالبديل، وهو المنهج الذي سلكه سيدنا يوسف في دعوته للسجينين اللذين جاءا يستفتيانه عن رؤيا، فقال لهما: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن هناك ملة فاسدة، هذه الملة ليست على الحق. قال ذلك بعد أن أخبرهما، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي. أسند علمه إلى مصدر قوي يقيني، فكلما كانت مصادر علمك قوية كلما كانت حجتك مقنعة. فهذا المصدر القوي وهو الوحي الإلهي جعل يوسف عليه السلام يبين من خلاله فساد عقائد الناس التي أشركت بالله. هؤلاء الناس عرفوا أن ما هم عليه دين باطل. هل يدع الناس بلا دين؟ أبدا، أرشدهم إلى البديل. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. منهج التغيير في القرآن الكريم يعتمد دائما على نظرية نقض الفاسد والإتيان بالبديل، وهذا ما فعله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ونحن في رمضان علينا أن ننتهج ذات النهج، أن نراجع أنفسنا، أن نراجع ما كنا نفعل قبل رمضان. هل ما كان قبل رمضان من أفعالنا على المستوى الذي يرضى به الله عز وجل عنا؟ كل واحد منا أعلم بنفسه. فإذا علمت أن ما كنت عليه ليس بصواب عدل، ولكن إلى ما هو صح وصواب. الصواب في رمضان أن تكون دائما مع أهل الصلاة والصيام والإنفاق والقيام، فهذا هو موسم رمضان، موسم الخيرات، فإياك أن تغفل عما فيه من نفحات. أسأل الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يكرمنا الحكمة في الدعوة إليه وفي تصحيح مناهجنا ومناهج غيرنا على أساس كتاب الله وسنة نبيه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.